انت فاكر نفسك ماسك الموبايل دلوقتي، لكن في الحقيقة الموبايل هو اللي ماسكك. انت متخيل انك بتفتح فيسبوك او انستجرام بارادتك، بس في الواقع التطبيقات دي معمولة عشان تسرق وقتك وتشدك من غير ما تحس. السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، انت بتستخدم التكنولوجيا ولا هي اللي بتستخدمك؟ زمان التكنولوجيا كانت مجرد أداة، تليفون ارض نرن بيه او كمبيوتر نكتب عليه ورق. دلوقتي بقت جزء من يومنا لدرجة ان احنا مش عارفين نعيش من غيرها. والموضوع ده ما جاش صدفة، لا ده اتخطط له، والشركات دي هدفها انها تخلي عينك على الشاشة طول الوقت. عارف ليه بتفضل تسكرول من غير ما تحس؟ عشان في حاجة اسمها انفينيتي سكرول، يعني الصفحة عمرها ما هتخلص، وكل ما تسكرول تحت بيبقى فيه جديد. المخ تلقائيا بياخد اشاره ان في حاجه تانية هتبقى مسليه، وبيفرز دوبامين، نفس الهرمون اللي بيطلع لما تيجي تاخد جايزه او تاكل شوكولاته. بمعنى تاني اوضح ان التطبيقات معموله عشان تدمنها. طيب ايه رايك في الاشعارات؟ مجرد ما بتسمع صوت نوتيفيكيشن تلقائيا ايدك بتروح على الموبايل. ليه؟ لان الموبايل بقى مربوط بعواطفنا. يعني مثلا بيجي لك اشعار من الشغل فبتتوتر، او اشعار من لعبه فبيبقى عندك فضول، فبقى الموبايل بيتحكم في مودك كله بمجرد تنبيه. وكمان السوشيال ميديا غيرت فينا كتير. زمان كنا نسال على بعض ونزور بعض، دلوقتي بقت لايك وكومنت. بقينا نقيس قيمتنا بعدد التفاعلات. معنى ان بوست جاب لايكات يبقى انا مبسوط، ولو بوست تاني ما اتشافش يبقى اكتئب. يعني احنا ربطنا قيمتنا كبني ادمين بزر لايك. وخلينا واقعيين، كام ساعة بتقضيها على الموبايل كل يوم؟ ادخل شوف السكرين تايم عندك، ممكن تلاقي نفسك 4 أو 5 ساعات بسهولة، ويمكن يكونوا 9 ساعات. يعني شهرين كاملين في السنة قدام الشاشة. وعلشان تفهم أكتر